تعالى كده في خطوات بسيطة جدا نرسم المسحراتي ده. اول حاجة نرسم الراس، وهنرسم الراجل لابس طاقية. تمام. بعد كده طبعا في شعر بقى باين من جنب الطاقية، وادي الراس. احنا شارحين الكلام ده كله ازاي ترسم وش اصلا باشكال هندسية بسيطة جدا، ممكن تراجع عليها الفيديوهات دي. وادي المناخير، وادي فاتح بقه. نعمل له مثلا اي شكل كده للطاقية. ممكن نعمل له كمان شنب ودقن. نرسم بقى الجسم زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنرسم الجسم بنقسمه لجزئين، الجزء العلوي والجزء السفلي، ولكن ده هيبقى لابس جلابيه، فهيبقى الجسم كله نازل حته واحده كده لانه لابس جلابيه. وعندي الدراع هينزل من عند الكتف، تخيل هنا الكتف وهنا الكتف، فهينزل الدراع بالشكل ده، وماسك مثلا ايه الجلده اللي هي بيضرب بيها على الطبله دي. هرسمها بقى بالقلم الاسود واشوف هيحصل ايه. وادي الطبلة، وادي ايده اللي ماسكه الطبلة. هي بتبقى طبلة صغيرة كده لو انت كنت شفتها، يعني المسحراتية كان لهم طبلة كده معينة، مش اي طبلة كده بيرزع فيها وخلاص. وادي الرجل. ادي كده يبقى رسمنا المسحراتي بشكل بسيط جدا. امسح بالاستيكة بقى الرصاص. مهم جدا نرسم البيئة من حوالين الشخص ده علشان نعرف احنا امتى والمكان فين. المكان طبعا في الشارع، فهيبان في عمارات من بعيد. العمارات دي مثلا في بينها زينة رمضان مثلا، شبابيك تبين العمارات. يدي تفاصيل اكتر للعمارات اللي بتبقى باينه من بعيد. ممكن نعمل بقى ايه عماره كده جنبه قريبه قوي، او جنبه زي رصيف. انا عايز ابين برضو ان هو ماشي وسط ناس، مش يعني سايب المدينه وراه وعمال بينادي في الصحراء. اي حاجه. المحل مقفول لان احنا المفروض ان احنا ساعه سحور بقى، طبعا ده الكلام ده على اساس زمان يعني. والهلال باين من بعيد، والنجوم، واجواء رمضانيه. حاول ترسم زيها، لا ارسم احسن منها كمان.